المسيحية مفيش حاجة اسمها حرام وحلال. في المسيحية مفيش حاجة اسمها حرام وحلال. كل الأشياء تحل لي. هقول لكم معلومة بس هقولها وأنا ماشي على حبل، لأنكم هتخافوا منها أو في ناس هتنزعج أو في ناس هتتبسط أوي. المعلومة دي إن المسيحية لا تحرم الخمر، لأن ما عندناش حرام وحلال. في مرة جات لي قالت لي الحقني ابني بقى مدمن. أنا عندي في منطقة في وسط القاهرة فيها صناعية كتير، كلهم رزقهم كتير لكن كلهم فقراء، لأن كلهم بيشربوا خمر. بيشتغل طول النهار ويجيب مبلغ محترم يصرفه على الخمرة ومش قادر، بيته جعان وعريان، ويضرب مراته وينزلها تشحت من الكنيسة أو ينزلها تشتغل، وهي تيجي تقول اعملوا معروف ادوني لأنه بيضربني. طب ده جوزك بيشتغل، تقول له هنضيع كل فلوسه على الخمرة. طبعا بيجي مسطول فيضربها ويضرب العيال، فالكنيسة طبعا هتعمل معاهم ايه؟ لأنه بقى مستعبد. لأنه بقى مستعبد. وعادة اللي دخل في المود بتاع السكر دوت يوم ما ابتدى ما كانش بيفكر انه هيسكر. يقول لك كاس ده هيعمل ايه؟ ولا حاجه. بيبدا بكاس، لكن انتوا عارفين طبعا الحاجات اللي هي مخدره دي لازم الدوز تعلى كل شويه عشان تروق مزاجه. يعني الكاس اللي كان بيروق مزاجه ما بقاش بيروق، محتاج كاس ونص، بقى كاسين، بقى 10، بقى ازازه بيربعها. كل الأشياء تحل لي. 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 عشان كده المسيح حررنا. طبعا حررنا من كل القيود. المسيح حررنا من سلطان الناموس واللقات والممنوعات.